على جمال كي داير. هذا سميتو الزليج المغربي ونشرو الاتحاد الافريقي. خبر عاجل: الجزائر ما غاديش تجي لكاس افريقيا 2025 اللي غادي يدار في المغرب، والسبب ماشي داكشي المشاكل ديال بركان والخريطه، لا لا لا. القضيه هو ان الكاف يا ودي راه الزليج مغربي، يا ودي راه هذاك القمصه اللي درناهم راك شو اديداس واش دارت موراهم، يا ودي هذاك الكارثه اللي درناها راه شوف يعني مسجد نديرو حنا مسجد هذا ديال التمثال اللي راهم يتباهوا به شي ناس في السوشيال ميديا، مسجد هذا التمثال بناوه المغاربه. هذا هو اللوغو ديال كأس افريقيا 2025 اللي غتنظم ان شاء الله في المغرب. وهذا بالمناسبه هو اللي غيبقى يدور في لي ماتش وغيبقى يدور في لي بروموسيون لي ماتش، والمنتخبات اللي غتشارك بالمناسبه كلها لما يكونوا بلادها ناقلين الماتشات بحال في الجزائر غيديروا الشعار وفيه موروكو 2025. واو شحال زوينه موروكو 2025 وبالزليج المغربي. العالم اللي غيتفرج في كاس افريقيا كيشوف دوك الفسيفساء، الا العالم الاخر بكاش منع يا خو. خبر عاجل: الجزائر ما غاديش تجي لكاس افريقيا 2025 اللي غادي يدار في المغرب، والسبب ماشي داكشي المشاكل ديال بركان والخريطه، لا لا لا. القضيه هو ان الكاف اعلنت اليوم على هاد الجليج، على الشعار الرسمي ديال كان 2025 اللي غادي يدار في المغرب. وهذا الشيء هذا اللي غادي يخلي صادي اللي كان قال لك اسيدي ما غاديش يجي للقرعه، قال لك غادي يجي، وفي ديك الوقيته ديال القرعه غادي يخرج وغادي يقول لهم لا للزليج، ممنوع الزليج الجزائري في اللوغو ديال كان 2025. وقال لهم اكثر من هذا الشيء هذا، وقال لهم غادي نمشي دابا نتشكى. وفين غادي نتشكى؟ غنمشي للفيفا. وفين نمشي؟ المقر ديالها في الرباط، ما كاش منها ويش طيارته ويرجع. ما يقدرش يجي صادي، راه صادي ما يقدرش يرجع. ولكن المشكله اللي كاين، تخيلوا معايا هاد اللوغو هذا شنو غادي يدير؟ الاعلام الجزائري ودوك البلاطوات الرياضيه وداك الشيء كامل واش غادي يسكتوا؟ راه ما غاديش يسكتوا، راه غادي نبداو عاوتاني القجع الكولاسه الغرف المظلمه. راه مازال مدابزين مع هاد القضيه هذه ديال بركان اللي صحة لعبات رغما عن انفصادي والفاف، ولعبات بهاد التوني هذا، وتقدر تلعب مع شي فريق جزائري وبنفس القضيه بالتوني عاوتاني، وسيروا عاوتاني دودوا لك الملفات الثقيله اللي طاس. اذا مبروك علينا الزليج، والكان راه شريتي صداع مع صادي ومع الفاف. تهلاو. يا ودي راه الزليج مغربي، يا ودي راه هذاك القمصه اللي درناهم راك شو اديداس واش دارت موراهم، يا ودي هذاك الكارثه اللي درناها راه شوف يعني مسجد نديرو حنا مسجد هذا ديال التمثال اللي راهم يتباهوا به شي ناس في السوشيال ميديا، مسجد هذا التمثال بناوه المغاربه. هذه صراحه هذا المسجد ديال الانسان تبنى بايادي مغربيه. ما تقدرش دير انت هذيك القطعه ديال الزليج عندك في شي ورشه في الجزائر، ما تقدرش. واش بالمسجد ديال التمثال غادي بيه طلع الزليج كامل؟ المغرب كامل يديروا الزليج. محمد المغرب كامل يخدموا الزليج، نفاس وزيد قدام كاع يخدموا الزليج. يعني هنا باش تعرف. وكاين اللي مسكين يهضر وما عارفش. انا سمعت شي ناس في فيديوهات يقول لك هما يخدموه ولكن الزليج تاعنا كيفاش كاين بلاد تخدمه والزليج تاعك؟ انا بغيت نفهم، انا فهموني في هذه المعادله. بلاد خدمه يعني هي تصنعه يعني، وقال لك اللي يصنع ماشي ديالو، كاين لازم ماشي ديالو. راه بغيتو تكلخوا بنادم تردوه ما يفهمش. بغيتو شوف قرعه كاس افريقيا غدوه تفرجوا فيها الخيال العلمي، مدينه الرباط، تفرجوا الناس كيفاش عايشه، تفرجوا اختكم بالكذب واختكم بالسوشيال ميديا واختكم بالبروباغندا. هذيك البروباغندا الخاويه اللي هتكذب عليكم. انا من هذا المنبر، هاد الصحفيين، هاد الناس هادو بعض الاشخاص بعض اليوتيوب يعني اللي يكذبوا راهم يديروا بروباغندا خاويه. والمغرب عنده 13 قرن ما نهضروا الحقيقه، ما نكذبوش. علاش نبقاو نكذبوا؟ دونك انت من غادي يجي رضوان وغادي يغني لهم اغنيه ديال التاريخ والتراث، ولا يجي حاتم عمور ما شاء الله غادي تكون الكاميرات الاضواء غدوه 90 دوله تقريبا اللي كاينه حاضره في كاس في القرعه هذه 90 دوله. ايوا تزيد التصوير هذاك اللي غادي يكون في مدينه الرباط العالميه ما شاء الله، يعني بنيه تحتيه من اروع ما كاين. يعني كيفاش غادي تدسوها؟ كيفاش تجي غدوه ترند هذيك القرعه هذيك دير ترند في العالم، ما تصيب ما تهضر
تقول لها داو لنا الجليج ديالنا بالقميص كيما صاص جماعة صحفيين يقول لك الزليج ديال مستوحي من القميص واش القميص هو الواقع؟ واش القميص هو الواقع؟ هو الخدمة ديالو، هو الصراحة ديالو. وراه الخدمة ديالو يخدموها الرجال في المغرب باشرين. راه القميص اي واحد يدير فيه، حتى فرنسا تقدر دير فيه، العالم كامل يقدر يدير فيه نورمال عادي، ولكن التاريخ ديالو بصح نتوما لا، نتوما جايين تركبوا على الموجه البروباغندا. الزليج ديالنا ماشي ديالنا، كاينش ديالك ماشي ديالك اخويا. المهم غدوه كاين القرعه ديال كاس افريقيا بحضور نجوم افريقيا العالميين اللعابه كاملين، وشفنا الاتحاد الافريقي ما شاء الله، توتال انرجي الصفحه ديالها ما شاء الله تصوير في المغرب، فيديوهات منه، راه الشعب راه توريك المدن، توريك حاجه يعني حاجه مفخره. راه غادي هذا العام غادي تقيس ماشي غير الجلاطي، غادي تقيس على الصحفيين، الجلاطي في الراس غادي يقيسوا الصحفيين، لانه الكذب وكذا منا حبلو صغير. والملاعب هذوك تكذبوا عليهم الملاعب غادي تجي نهارهم غادي تخرجوا مع عقلكم، ما عندك ما تكذب. من جبرتها ملعب فيه 70,000 ومطراسي، واش غادي تقول الربا داروا الفلوس خونوها منا، هذاك الكذب ديالكم كاع اللي هضرتوا عليه القديم غادي تاعكم في الماء. دول كبار عظمى امريكا وفيها الكريدي نورمال عادي، بصح نتوما تهضروا على واحد الحاجه اللي ما كايناش، حاسبين الناس تاكل مذنيها، يمكن انا ناكلوا فمنا ونعرفوا وعندنا عقل نفكروا به بانه الحاجه ديال المغرب ديالك. بصح درك انت من تشوف كيف حافل وافتتاح وما راضيش، يعني ما قابلينش الدخل الحسد والبغض والغيره، ما راضينش بالمغرب فين وصل، ما راضينش المستوى اللي وصل ليه. هذه هي الصراحه اللي نقولها لكم انا. راضيين تشوفوا هذاك الحفل الافتتاح مصيفطين مدرب تستهانوا بينا، مدرب مين؟ اجنبي بوتكوفيتش